السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ لو انتوا اول مرة تشوفونا متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ولو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك. النهارده هنعمل كارت عشان عيد الام، عشان جودي هتديه لمين؟ لتيتا حبيبي. هتديه لتيتا حبيبتها. هنعمل مع بعض كارت جميل قوي. تعالوا بقى نشوف اول حاجة هنعمل ايه. دي الورقة اللي احنا هنشتغل عليها، بس انا هرسم لكم هنا الاول عشان ما نجيش نبوظ هنا، لو في اي غلطات نعدل عليها هنا عادي. بصوا بقى، لو بوظنا الصفحات دي تيتا هتزعل منا. ايوه، الورقة بتاعتنا دي كده 21 سنتي، فاحنا هنعمل، احنا عايزين الكارت بتاعنا يكون 15 سنتي. فاحنا اول حاجة هنخش 1 سنتي من الجنب ده كده، ونقيس من بعديه 15 سنتي. اوكي بقى هنعمل كده تحت كمان عشان نعرف نظبط المقاس نمشي عليه. يا اصدقائنا حبيبتنا، يا اصدقائنا الحلوين، هنوصلهم ببعض. يا اصدقائنا يا حلوين يا حلوين يا حلوين. طبعا بساعد امي كل ما تيجي تسجل. انا بحبكم جدا عشان اعمل لكم كارت سنه وانت طيبه، يا احلى حاجه في الدنيا منكم. احنا هنا اخدنا عرض الكارت كان 15، هنعمل الطول بتاعه نخليه مثلا 16 سنتي. يبقى كده تمام. هنوصلهم ببعض. هنوصلهم ببعض. بقى معانا المربع اللي فوق دوت اللي هو 15، ده كده 15 سنتي، والطول بتاعه كام؟ 16 سنتي. هنيجي بعد كده، دي هتبقى القاعدة بتاعتنا اللي احنا الأول يعني هيبقى الكارت بتاعنا فيها متن. هنخش. أيوة حبيبتي. هنلوم على كلمة. قولي. أنا بقى يا أصدقائنا، لكن أنا بعمل الكارت ده ليكم انتوا عشان بابا حبيبي وأم حبيبتي، وسنة كل وانتوا طيبين يا أصدقائنا يا حلوين يا أمورين. شطور. هنا هو دخلنا 2 سنتي و2 سنتي. تمام. هنوصل النقطة اللي هي دي بتاعت 2 سنتي دي هنا كده. تمام، هتبقى بميل، ودي كذلك هنوصلها كده. هنوصلها كده يعني كده تمام وصح، وايه عشان تيتا ما تفرح بقى وايه. ايوه، وتشوف احلى عيدية في الدنيا. صح. هنيجي بعد كده هننزل من الخط الاساسي، الخط الاساسي بتاعنا ده هننزل منه. ايوه كده صح. 3 سنتي. 3 سنتي يعني ايه؟ هنا برضو خلصناها 3 سنتي. 3 سنتي. وهنوصلهم ببعض. هنوصلهم ببعض كده بقى الشكل بتاعنا اللي احنا عايزينه. هنبتدي بس ان احنا نقصه. هنقص بقى الجزء ده كده. هنقص بقى الجزء ده كده، وناخد بالنا ان احنا من هنا. بص بقى احنا هنطلع الحته دي، يعني احنا مش هنمشي مع القص لفوق. ايوه مش هنمشي للقص لفوق. تمام، عشان ما نبوظ الورق الابيض. احنا هنعملها طبعا على شكل الفازه بتاعت الورد او قصيص الزرع اللي عندنا في كل البيوت. ايوه، بس احنا ما عندناش زرع يا جودي، صح؟ عندنا الزرع. تيجي لما نيجي ناخده نشتري عشان انا هطلع معاكم في كل فيديو يا ماما. حاضر، هطلعك في كل الفيديوهات. بس بقى كده الفيديو عجبكم، فانتوا بقى ايه هتعملوا لنا احلى لايك. ايوه، يعملوا لنا احلى لايك. بصوا بقى العيدية ان هي ده هيكون شكلها معانا. ده هيكون النهائي. تمام. وعشان نشوف هنجيب بقى الورقة بتاعتنا دي البني صح، وهنتنيها نصين. صح كده بقى. ماشي بقى. وهنحط دي كده، هنحط دي كده، وهناخد المقاسات بتاعتها ناخد عشان المقاسات. نقصها. هقول لهم على كلمة. ثواني بس يا جودي اما اخلص ونقول لهم اللي انت عايزاه كله. أوكي. هناخد مقاساتها بالمنظر ده
ناخد مقاساتها بالمنظر الحلو ده بتاعكم. اتكلمي لو انت عايزه. خلاص هما كده عرفوا ان احنا بناخد المقاسات بصوا وهنقصها. اتكلمي بقى. بصوا احنا كده جايبين لكم مقصين ياما عشان تعرفوا ايه نفس اللي انتوا عارفينه. الورقة اللي انا رسمتها وقلتها لكم دي انتوا عارفين مكانها ازاي بتتباع فين. هي بتتباع عند العطار، بس المشكلة ان ماما اشتريتها من عند العطار. وايه اللي انا اشتريته من عند العطار؟ القماش الحلو. لا ده مش من عند العطار، ده من المكتبة. ده من المكتبة قصدي، اللي كنت من يومين بروح فيها المدرسة. ايوه صح، اللي جنب المدرسة بتاعتي. ايوه بس خلاص بقى ما عدتش بروح مدارس. لا خلاص الاجازة بقى ايه هتخلص اهي، وهنرجع تاني نخش المدرسة. تمام. هيدينا الشكل ده. تعملوا شبه هنجيب الورقة اللي هي كانت باقية مننا دي. الباقي مننا. هنحاول بس ان احنا نظبط المقاس بتاعها عشان تبقى كلها مقاس واحد. المقص ده ماشي. بس طوري نفسك. بعمل حاجة بنفسي. هيبقى كده 9 سنتي اهوت، ومن هنا 9 سنتي، وهنشد خط وهنقصها. ورقة بن اللي ماما قصتهولي عشان اعرف. هيبقى معانا الجزء ده كده، ده اللي احنا هندخله. المفروض هيبقى يعني الكارت بتاعنا انه هيخش بالمنظر ده وهيطلع كده. تمام. فاحنا هنطول دي شوية لان احنا عايزينه كان هنقطعه حتت يبقى طويل. البن هنقطعه حتت صغنونة حتت كده صغنونة. كان مريكم عشان انتوا هتعرفوا عشان انا بقطعها حتت صغنونة. ما تقطعيش دي، سيبيها عشان نبقى نعمل بيها حاجة تانية. اوكي يا ماما. هيتبقى معانا الجزء ده كده. اول حاجة احنا هنجيب الفوم الاخضر الجليتر، وهنبتدي ان احنا نشوف مقاس الجزء ده بتاعنا ايه عشان نعمله اكبر منه. ممكن مقص بعد اذنك. اوكي يا ماما. انتوا طبعا مش هتشوفوا البني اللي انا مقطعاه حتت صغنونة حتت صغنونة. هيبقى معانا القطعة دي كده. هنبتدي ان احنا نرسم عليها من ورا. احنا هنرسم الاول ورق الشجر اللي المفروض هيكون طالع من دول. ماشي. بص ده بصوا طبعا وهنقصه. انا هاخد منك المقص. هنقصها بالمنظر ده كده. هيكون ده شكلها. اول حاجة ان احنا هنجيب البريت بتاعنا، هنبتدي ان احنا نحطه على الاطراف عشان نلزق الورق في بعض. احنا هنا لزقنا الكارت بتاعنا اهوت. هنجيب بقى الجزء ده، هنتأكد برضو من الطول تاني اللي احنا عايزينه بعد ما لزقنا. انا بقول نخليه كده، اساس ان ده يكون كده. فلما يطلع هيبقى باقي فيه الجزء ده اللي احنا هنكتب فيه. هنبتدي ان احنا نلزق الاول. طبعا هنستعمل مع الفوم بقى في اللزق بتاعه هنستعمل السيليكون. فاللي احنا هنعمله ان احنا مش هنلزق دي كلها، لا احنا هنعمل خط واحد بس كده من الشمع. يا ربي بقى يقص.
وهنلزق عليه ده كده. حسب عشان الشمع معوركيش. باخد بالمقص كده. هنيجي بقى على الحته دي اللي هنلزقها كويس. شويه. هنجيب قلم، هنعمل كأننا بنعمل شكل حلزوني كده، وكل ما هنكبرها او نعرضها كمان كل ما الوردة هتكون معانا حجمها اكبر. هنقصها عشان نقصها. هنبتدي كده اهوت، هنمشي على الخط بقى اللي احنا انتهينا بيه، هو ده اللي احنا هنمشي عليه. نسيت الله عيد الأم، قصدي هندي لتيتا عيد الأم العيدية بتاعتها. هيكون ده شكلها معانا النهائي. متقوليش السلام عليكم. ده شكلها. ده شكلها. هنبتدي بقى ان احنا ايه نلفها، هنلفها على الناحية اللي فيها طبعا القلم الاسود اللي احنا بنحدد بيه طلع كله في ايدي. هنبتدي ان احنا نلف دي بالمنظر ده كده. هنحط سيليكون. ايوه السيليكون. تيتا هتفرح بعد ما تشوف العيدية جميلة كده في عيد الأم. تبقى مبسوطة. وتاخد العيدية بقى تحضنها في حضنها. ابتديناها كده اهيت. هنبتدي بقى نحط سيليكون بسيط ونكمل لف. نكمل لف يا أصدقائنا حلوين. الأخضر طبعا قصيته على بني. 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 شاطر. تمام. طبعا احنا حطينا قطعنا خلاص حتت كبيرة كده زي ما تكون بتعملي خيط. تيتا تفرح بدل ما تشوف هديتها الجميلة بتاعتها الأمورة. وصلنا كده اهوت للنهاية. في ان احنا هنلف دي ان احنا هنخليها زي طبق ليها كده من تحت. تمام. هنحط بقى السيليكون هنا. أصدقائنا أنا كتير بحب إن أنا أعمل حاجات فنية مع أمي، صح؟ صح. هيدينا الوردة دي ومعانا زيها الصغننة دي الكبيرة ودي الصغيرة. هنعمل كذا وردة من الشكل ده وهنجيلكوا تاني. رجعنا لكم تاني يا أصدقائي. احنا هنا عملنا برضو شوية ورق شجر، بس احنا جينا في الحروف بتاعته قصيناها شوية كده. أيوة بالمنظر ده. بالمرة نقرأ لكم ده عشان انتوا مش هتعرفوا اسمه ازاي. روحي يا تيتا يا أجمل تيتا في الدنيا، بحبك يا تيتا أوي. تمام. عملنا ورق الشجر بالمنظر ده ومعانا ورد عملنا كذا قطعة. هنبتدي ان احنا نلزقهم هنا. هنبتدي نلزق الورق معانا. الورد مش الورق. الورد. هناخد ورق الشجر بتاعنا ده هنبتدي ان احنا نوزعه في الاماكن دي كده. ايوه اماكن. اه ترابيزه. على الترابيزه كده
بس احنا بنحط هنا على الكارت يا لولو. كارت. لما تحط صورتي وخلاص. عايزه تحطي صورتك؟ صورتي وانا من زمان في اسكندريه. وماله. يبقى استنونا الحلقه الجايه بقى، الفيديو الجاي. ايوه. نحط ايه؟ فيديو يوتيوب وجميل وتحفه، ويكون في صوره جودي الأمورة الجميلة. انت عندك نرجسيه يا جودي؟ نرجسية. في حد بيقعد يقول جودي الأمورة الجميلة؟ حد بيمدح نفسه؟ عادي بدلع نفسي. بتدلعي نفسك؟ زي ما انتوا بتقولوا. طب احنا ندلعك لكن انت تدلعي نفسك ازاي دي يا جدع؟ أمورة يا ستورة يا جميلة. ده كده هيكون شكله. هنيجي بس نزين بقى، هنزين الجزء بتاعنا ده اللي هو البوكس ده اسمه ايه؟ قصيص الزرع. احنا هنا المقاس اللي احنا واخدينه فوق ده عملنا واحده مقاسه بس اطول منه من هنا شويه عشان تبقى عامله ايه؟ منظر الزجزاج ده. منظر الزجزاج. هبتدي ان انا الزقها هنا وهنلزق واحده زيها الناحيه التانية زي ما كنا السط اسكندريه ده. والناحيه التانية نفس النظام. بص، مفروض ان احنا نحافظ على حاجه اللي تجيلها لنا في العيد الام. وانت هتجيبي لي عيد ام؟ طبعا. هتجيبي لي ايه؟ هجيب لك بوكيه ورد، هجيب لك علبه شوكولاته كبيره. واو. بحلقه كمان. اعتبر ده وعد منك؟ ايه؟ اعتبر ان ده وعد منك؟ هيكون ده الشكل كده. هنا انا طبعت الصورة دي، وزي ما قلت لكم اي حاجة انا بستعملها بتكون مطبوعة هتلاقوها موجودة على صفحتي في الفيسبوك، واللي هتلاقوا الرابط بتاعها صندوق الوصف تحت، وكمان هسيبه لكم في التعليق المثبت. ولو انتوا مش عايزين كده ولا كده اكتبوا بس على الفيسبوك ارتس فنون يدوية هتلاقوا الصفحة بتاعتي. الورقة دي طبعناها من على النت اهيت، مش من على النت، طبعناها بالطبعة. انا اللي مصمماها يعني. هنبتدي ان احنا نلزقها على قطعة انا قصيتها زيها بس بمقاس اكبر شوية، انها تبقى كده. وهنا دي عشان نكتب عليها اللي احنا عايزينه، بس طبعا في دي هنستعمل اللزق ده. ده اللي هو البريت. هنيجي بقى عشان الورقه دي ما تكونش طريه كده ونعرف ندخلها ونطلعها بسهوله، هنيجي على الظهر وهنحط عود شيش طاووق او عود الايس كريم دوت، اي حاجه عندنا تكون ناشفه شويه. هنلزقها بالمنظر ده. طبعا دي المفروض ما تبقاش لونها اسود كده، لان انا كنت برسمها بالاسود عشان اوريكم هي تترسم ازاي، لكن المفروض ان احنا بنعمل بقلم فاضي، يعني قلم كان جف وخلص او سن برجل بترسموا بيه وتقصوا على كده، لكن ما ينفعش ان احنا نعمل بقلم هنا. هتكون دي ماسكه نفسها معانا شويه كده. هنبتدي ان احنا اهو ندخلها. احنا عايزين دي طبعا تبقى لبره، فاحنا اهو دخلناها بقت ماسكه نفسها زي ما انتم شايفين اهيت. واصبح ده الكارت بتاعنا بتاع عيد الام. اتمنى ان الفيديو بتاع النهارده يعجبكم، واسفه لو طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.